ايش الرسالة القوية اللي ممكن نوجهها للمواطن اليمني والبلد اليمنية من خلال الفن؟ الوقوف على على مسارح محافل كبيرة زي المسرح الأوبراني اللي حصل أمس في المسرح الكبير في دار الأوبرا، أتصور أنه كان أهم وأبرز رسالة سمعت إني أوصلها لكل الموجودين من صحافة ومن إعلام ومن حضور ومن سياسيين ومن وزراء. كل اللي كان موجود أمس حضر وسمع رسالتي، وذكرت إنه اليمن توحدت في عائلتي منذ يعني عشرات السنين، مش محتاجين إلى أي قرارات سياسية تودي بنا إلى الهاوية. تصور أنه إيقاف الحرب في اليمن أصبح مطلب شعبي رئيسي لإيقاف أيضا المجاعة اللي حاصلة حاليا في التغامر، وهو شيء لا يسر. والانفعال اللي بدأ واضحا عليه أمس في الحفل أتصور أنه كان نتيجة تراكمات كنت أسمعها وأشوفها بنفسي. وقبل صعودي على المسرح أمس رأيت أو هان لي ما رأيت من صور وفيديوهات عن المجاعة اللي حاصلة بالتغامر، ووصلني أيضا أنه أفراد عائلتي هناك أيضا يعانون من هذه المجاعة في الحديدة كمان، في الحديدة تحديدا. وبالتالي صعدت على المسرح أنه أتمام نفسي حقيقة يعني. أكيد. شايفة أن المبادرة اللي كان فكرتها أكيد دكتور أحمد، شايفة أن هي بادرة خير لليمن، وهيكون في مبادرة متتالية لليمن في الفترة القادمة في ظل هذه الحروب؟ طبعا هو مشكور على المجهود هذا اللي حصل. احنا الريع جزء سيخصص لإنقاذ التغامر، ولكن نتمنى أن تصل إلى الأيادي الخيرة وليست الأيادي التي ستحجب هذه المساعدات عن أهل اليمن. وسأحرص على ذلك بنفسي، وإن شاء الله أن هذه المبادرات مستمرة، وهي ليست بادرة فردية، يجب أن تكون بادرات منظمات ومجتمعات اجتماعية كبيرة في اليمن أو في خارج اليمن. فأتمنى إن شاء الله أنه هذا تكون يعني مدعاة للآخرين أنه هم كمان يشاركوا. ونحن كنا بس نحاول أن احنا نرفع مستوى الوعي عن الأشياء، لأنه في ناس كثير ما هيش عارفة إيش اللي حاصل. طبعا أتصور أنه حفلة أمس كانت بادرة خير رئيسية. شكرا.